لا تسدد شلون ما كان بالضربة الحرة إذا لاعبك كانت عنده مهارة تسديدة منحنية طويلة المدى. سدد هيك مثل ما راح نتعلم بهذا الفيديو وراح تجيب هدف أسطوري. تعالوا نكمل بسلسلتنا اللي نتعلم بيها مهارات وأعطيكم نصايح وأشياء بسيطة بس تفيدكم بالملعب كلش. بس قبل ما نبدي استلم الفائز بهذاك الفيديو الحساب وهاي الصورة للمصداقية، وبهذا الفيديو حيفوز واحد ثاني منكم هذا الحساب اللي بالصورة، فاللي يحب يشارك ويفوز يضغط على الرابط اللي بالبايو وينضم وها هي دخل بالسحب. فيلا وياكم كينج ويلا خلينا نبدي. لا تعرف شلون مكان وتضيع عليك هدف سهل؟ اسحب الشاشة شوية اليسار واسحب اصبعك هيك مثل ما تشوف بالفيديو وراح تجي راس اللاعب وتقولها 100%. لا تخلي 3 لاعب ينضمون للهجوم وتخربط دفاعك، خلي لاعب واحد وهو احسن لاعب بالرأسيات حتى يصعد ويجيب لك الجول. لا تسدد شلون ما كان بالضربة الحرة اذا لاعبك كانت عنده مهارة تسديدة منحنية طويلة المدى. اسحب الشاشة شوية واسحب اصبعك هيك مثل ما تشوف بالفيديو بسرعة متوسطة، لا سرع كلش ولا بطيء كلش، وراح تقولها 100%.